اخ، اسعد الله اوقاتكم بكل الحب والود واللذاذه والجمال والهداوه والطعامه والكياتة والهدوء والسكينه والطمأنينه. إيه الصباح ده كله؟ طيب، انا نسيت اجيب نضارتي الشمس. حاسه ان عينيا مش تمام، بس يعني هاخد على الجو، مفيش مشكله. معايا نضاره النظر دي اهم حاجه، عشان هي دي اللي لو الجو ليل عليا بالليل ممكن يحصل لي هلع وفزع وحاجات كده. مم. انا بنات رايحه الشقه برضو، نشوف الكهرباء فاصله والميه فاصله وانا فاصله وكله فاصل يعني. فرايحه اشوف الدنيا ازاي هناك، وفي حاجات لسه هستلمها، مشتريات. اوكي، اخيرا بتسفلتوا هنا بعد ما انا ماشيه. ده انتوا عالم دماغها بايظه. ده انا ماشيه بتسفلتوا دي، ده انتوا قرفتونا بيها سنين وسنين. يلا ما علينا، المهم ما علينا. ف طب، شفت انا مؤدبه ازاي؟ بس مفيش شكرا. طيب، المفروض يشكرني على فكره ان انا عديته. اخ، حامله مليون هم في العزال، طولت قوي. وكمان حامله هم تاني، اجلت دكتور السنان يوم الجمعه. اعمل ايه طيب؟ قال لي منين ما تجهزي، قلت له حاضر. وطلب مني اكرر تحليل السكر، لانه انا كنت كان السكر عالي شويه. قال لي انا ما اعتقدش انه يكون عالي كده، في حاجه غلط. قلت له انا كمان حاسه ان في حاجه غلط، انا سكري ما بيعلاش كده. قام راح قال لي تعمليه لي تاني، قلت له حاضر. فطبعا بقى انا في وسط اللي انا فيه ده هعمل تحاليل واعمل مش عارف ايه واعمل ايه واعمل ايه، لا يمكن. مش فاضيه مش فايقه، ده انا بنزل بالعافيه اقسم بالله. استقر بس هناك واقوم هوب نازله بقى ونبتدي ايه. فاتمنى ان لما اعمل له التحليل الثاني، انا بحاول احافظ على السكر، اتمنى لما اعمل له التحليل الثاني ان شاء الله هتكون الدنيا بيس ولطيفه وكده. انا بقى النهارده عاوز اشغل الثلاجه هناك الجديده، لان انا سبتها طبعا ما شغلتهاش بسبب اولا ما فيش كهرباء، ثانيا كان وهي منقوله ما ينفعش من اول يوم تشتغل، عشان الغاز اللي هو الفريون بتاعها لازم يهدى ويثبت وبتاع. فانا حطيتها بره خلاص، ابقى بقى اشوف الدنيا ازاي. المهم ام هند ما علينا، فعايز اشغلها واشوف الدنيا ازاي. وقد كان. انا جيت هنا اولى هاخد معايا الزاد والزواد، هاخد معايا اكل، علشان هناك انا ببقى قاعده موحوحه لسه ما فطرتش. واخدت معايا قرص السكر عشان لما افطر ابقى تمام، يعني اخد السكر، قرص السكر وكده. ندخل نفول، ايه رايكم؟ نفول، مفيش مشكله. مفيش مكان قدامهم بالظبط، اقف في الجنب، لا هيجرى حاجه. طيب، المهم ما علينا. ف اما اشوف بس العربيات هنا هتعمل ولا ايه. اخد شويه بنزين واقف، لان هي عقبال ما تعمل الاوردر هيكون فات شويه. يعني انا لسه طالباهم هنا، عملت الاوردر قبل ما افتح معاكم اللايف الفيديو. بصوا يا جماعه، انا ما بقتش مركزه والله العظيم. انا النهارده الصبح قعدت افكر جامد جدا، قلت في حاجه حصلت بسبب البنج. انا بقيت بنسى كتير قوي. اعتقد البنج الكتير اللي اخدته ده ضرني. ده غير كمان انه اكيد ضرني في وقوع شعري. الدم الكتير اللي نزل من العمليات قلل الهيموجلوبين عندي. انا بقى عندي، انا عمري ما كنت مريض هيموجلوبين، بقيت عندي الهيموجلوبين واطي الحمد لله، مش قوي يعني، بقى 9 وشويه. انا دايما بلعب في اول النورمال يعني 11 وشويه. اوكي، ان انا اوصل ل 9 وشويه في الهيموجلوبين عمرها ما حصلت، ولا كانت هتحصل لولا العمليات اللي عملتها، اللي ايه، اللي فقدت فيها دم كتير. فربنا يسهل اما اشوف هعرف اعوض الكلام ده. نسيت اجيب معاه الفيتامينات. مش مشكله بقى، لو عرفت لما اروح اخدها ابقى اخدها.
ما علينا. المهم مش عارفه بقى. فبقيت انسى. النهارده الصبح لاحظت الموضوع ده، ابقى لسه ماسكه الموبايل عشان اعمل حاجه، وانا كنت ماسكه الموبايل عايز اعمل حاجه ايه هي ما اعرفش، وافضل اركز عند مع نفسي عشان بفتكر بس بعد مجهود شاق. انا ما كنتش كده طبعا. من بعد العمليه دي انا في تغيرات وفي حاجات غريبه حصلت. السكر بقى مش مظبوط، الهيموجلوبين واطي، شعري بيسقط، الذاكره بقت مش قوي. في حاجه غلط. لازم كل شيء فعلا غير خلقه ربنا لازم يكون في حاجه غلط، ولازم يسيب يعني سايد افكت. لازم. فربنا يستر. اتمنى استعيد عافيتي من اول وجديد علشان الدنيا مش ضابطه معايا قوي يعني. لا الموضوع ده بيعصبني. بتعصب لما الاقي حد يهجم عليا، بتعصب. حد الاقيه هاجم على عربيتي بتعصب. لو سمحت البنزين فول 92 على اول تكه. العربيه دي بيدفع عليها فلوس شهريا عشان كل يوم تتعمل، ولسه خارجه بيها. ليه انت تبوظ لي الدنيا؟ ليه؟ عشان ايه؟ يبقى تسالني الاول. بقول لك ايه، ماليش دعوه. انا ما حدش يهجم عليا بدون اذن. احنا اسفين يا فندم. خد حضرتك اتفضل لم الازاز وامشي. روح الناحيه الثانيه. لم يلا ما دي. ايه هو ده؟ ابقى قاعد ابص الاقي اللي داخل لي يرش. في ايه؟ مفيش استئذان؟ انا اسف جدا يا حبيبي. اسف لك مره ثانيه. ده مش ممكن. الموضوع ده بيعصبني. الاقي ابقى بتكلم واتخض، الاقي اللي داخل لي بيرش. ده اسمه كلام؟ اول فصل يا فندم ولا نكمل؟ ايه؟ اول فصل ولا نكمل؟ اول فصل. اول فصل. ايوه شفت. لا كاش. اتفضل. هو كم؟ 232 ونص. 32 ونص. 32. انت بتديني 400 حضرتك. لا خلاص بقى. كده باقي لي 15. 15. طب هات 10 بس خلاص. شرفتينا يا فندم. شكرا. شكرا جدا. فاهمة اي حاجة. لازم يعصبوني وينرفزوني ويفتكروا ان انا بتعالى عليهم. ما هو انت اللي بتحرج نفسك يا اخي. ليه تدخل تهجم على الناس؟ ليه؟ انا بتضايق لما بضايق حد، بس ما هو غصب عني انا كمان. ابص الاقي اللي بيرش عليا روحي بعمل فيه ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا رب سامحني يا رب على العصبيه اللي بتعصبها دي، بس اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ مش بايدي اعمل ايه؟ بلاقي روحي انفعلت فجأة. هو ده مش بمزاجي ولا قلطع على الناس. انتوا عارفين ان انا ما بتقلطش على حد، بس بصراحة الموضوع بيبقى سخيف جدا. استغفر الله العلي العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. هقف عند الشمس بقى. طيب مش مشكلة. انا طلبت قهوة، انا مش مفوقة خالص. انا وديت فين الموبايل اصلا؟ انتي فزلوكة على فكرة تصوري.
انت هايله، انت من الاحرار يا بنتي. طيب فين الموبايل؟ اهو. المفروض اني منتظره تليفون من القاهره المبيعات عشان هيجيبوا لي حاجات برضو. ايوه يا دالي، حضرتك بره؟ انا بره اه. طيب حاضر. حتى اللي هيخرج هيلاقيني على ايده اليمين. ماشي حاضر عشان كده. اليمين ولا الشمال؟ اليمين. اليمين. النبي يا ابني ما انا فاكر. طب حسابك كام بس عشان احضره؟ 445. طيب حاضر ماشي. ماشي. مع السلامه. سلام. ماشي. يا الله يا ولي الصابرين. احضر لها بس فلوس. انا ما بحبش الايه اللكاعه، بحب دايما اظبط اموري على الدنيا الايه، على الدنيا المظبطه دي. تعالي تعالي يا قطه تعالي. صباح الخير، ازيك؟ الحمد لله. كويس انكم قفلتوها لانها كانت بتدلدق مني دي. لا انا لسه الريسيت جوه والديسك جوه. لا ما انا عارفه، ما هي قالت لي داليا الحساب. طيب في زياده عليه بسيطه كده. شكرا. بريئة على ايه؟ ها؟ كده يا حبيبتي. شكرا شكرا. كويس قوي. بصوا يا بنات، انا جايبه معايا ايه هناك عشان طبعا مش هشغل التكييفات دلوقتي ولا الكلام ده، ومش هقعد في اوضه لوحدي. انا في ناس بتشتغل. بصوا اشتريت دي من على جوميا. المروحه دي تحفه. كده انا فتحتها متهيألي. وبعدين بصوا بقى، باجي بالبصمه دي اهي. اشتغلت اول سرعه بالبصمه دي، حتى شايفين نور ازرق كده اهو. تاني سرعه اهي برضو من نفس البصمه. تاني سرعه، تالت سرعه. بصوا راجعه لكم تاني. ويا بنات بتوع القاهره المبيعات كلموني قالوا انهم جايين. زي ما قلت لكم في حاجه زي البصمه هنا بتفتح اول مروحه، اول قصدي سرعه، تاني سرعه، تالت سرعه. رهيبه، بتجيب هوا مش معقول. وبصوا بقى، ادوس دوسه طويله يشتغل الايه الاباجوره. بس هي مش باينه قوي لان هي الوان، مش باينه قوي لانها بتبان في الضلمه او في والدنيا ليل يعني. الوانها اهي زي ما انتم شايفين، اخضر، اصفر، ازرق، احمر. بتفضل تتنقل لبني اهو، يقوم رايحه على الاخضر كده يعني. اباجوره كمان. اوكي. كمان بقى الاطار ده من دي بنشيلها وممكن نحط ميه او تلج مجروش، تقوم تشتغل كانها اللي هو زي الصحراوي كده، زي التكييف الصحراوي. تشتغل انها تشغل لك ميه، تشغل لك هواء تكييف. بس انا شايفه ان هواها كفايه يعني، مش مشكله. بس فاخدتها معايا عشان هناك بتحر. طبعا لسه ما نقلتش مراوح ولا اي حاجه، اخدتها معايا. اوكي. طيب انا هبتدي انا امشي وكده. صباح الخير شرطه، انا هشتكي لكم يا شرطه. ايه بس؟ ابني كان ماشي في طريق الجنوبي، فكان في مرور وونش. انا عارفه انه مش اختصاصك، ولكن المرور الضابط هو كان بيكلمني في التليفون يقول لي عمل ايه، لان احنا بنعزل. غلطان، مش المفروض يتكلم وهو سايق.
قال له عليك مخالفه، قال له ادفعها لحضرتك يا فندم حالا، انا اسف. قال له وريني رخصتك، وريها له، اخدها منه. قال له طب حضرتك انا هدفع المخالفه، بتاخد ليه رخصتي؟ هو عشان التليفون يجوز فيها سحب. جايه لك في الكلام. راح قال له تمام. قال له طب انا هدفع المخالفه سعادتك. للتعنت بقى. قال له انا ما معيش الجهاز، ادفع في الونش اللي بعدي. هو ممكن بس تلاقيه كلمه بطريقه مش كده. لا مش ابني، مش ابني ابدا ما تعرفيش برضه. ابدا، مش ابني، بجد حقيقي محترم جدا فوق ما تتصور. فقال لي الضابط كان موقف كذا حد بنفس الطريقه، لدرجه واحد كبير في السن بيقول له يا فندم مشيني، ده اكل عيش، يعني عربيه اكل عيش. المهم بقى حضرتك دلوقتي نجيب الرخصه دي ازاي ومنين؟ ده اللي انا عايز اسال فيه. تاني بترجع تاني على المرور بتاع التجمع. التجمع الثالث مش كده؟ طيب نروح امتى؟ بعد قد ايه؟ يعني كل اسبوع. والله اكيد هتكون موجوده. هو بيديله وصل بالوقت اللي مديله وصل فيها بقد ايه؟ ايه؟ بقد ايه الفتره اللي يمشي فيها مش كاتب له فتره مكتوب على الوصل. والله. طب خلاص هقول، يبقى احنا ممكن اليومين دول تدفع المخالفه وتسترد الرخصه. طب ليه هو ما عملوش كده وهو واقف؟ هو بقى ترجع للمخالفه، في حاجات يجوز فيها التصالح، في حاجات ما يجوز فيها التصالح. والله العظيم ابني ده مش قادر اقول لك. يكون واخد مخالفه لا يجوز فيها التصالح. مفيش، ده هو الموبايل قال له اقف في وقف. حاجات لا يجوز فيها التصالح يعني في العربيه. ماشي همشيها كده. شكرا يا فندم. الامر لله وحده. شرطه، عربيه شرطه، فبيقول لي اصل في مخالفات لا يجوز فيها التصالح. طبعا انا مش عاجبني الكلام ده، ولكن يلا. يقول لي في مخالفه الموبايل يجوز سحب الرخصه. يجوز ليه؟ طب قلت له طب ليه يعملها؟ قال لي اكيد كلمه بطريقه وحشه، وانا ابني ما يكلمش حد بطريقه وحشه ابدا، وبالذات الظباط عشان عارفهم غلسين. يقول لي انا شاب ويغلسوا عليا. طب ليه ابهدل نفسي او اهين نفسي؟ حتى ما تحايلش عليه ابني، ما تحايلش عليه. الرخصه، قال له طب ليه يا فندم الرخصه؟ قال له هو كده. قال له طيب خلاص اوكي تمام. طب انا هدفع المخالفه، ادفعها في الونش اللي بعدي. راح للونش اللي بعده، قال له لا انا مالي، هو انا اللي سحبتها منك؟ قال له لا. قال له تدفعها لنفس الونش. قال له بيقول الجهاز مش معايا. قال له ازاي ده؟ قال له زي ما بقول لحضرتك. فهو واضح انه قاعد يغلس على الناس. ابني بيقول لي لو اقول لحضرتك مركن عربيات قد ايه ومكدرها، ما اعرفش ايه كلمه مكدرها دي، بس يعني جايه من الكدر اللي هو ان حد يعكر صفو حد يعني. الله، ده انا نسيت افتح اللوكيشن برضو. المهم ما علينا. ف والله ما اخدش هنا مخالفه، يعني احنا نعترف بالخطأ. ابني كان بيتكلم في الموبايل وده ممنوع بصراحه. قلت له انت غلطان، قال لي غلطان مفيش كلام، وقلت له اسف وكل حاجه. طب ليه الرخامه بقى؟ ما هو كده. طب اليمين مفتوح، انت قافل عليا ليه؟ اليمين مفتوح، عاوز ادخل يمين ازاي؟ يعني انت ازاي سدد لي الدنيا؟ يخرب بيت برود اللي خلفوك يا ولا يا بارد، يا بارد. انت تحجز لي الاشاره ليه يا ولا؟ تعبيط؟ حمية حمية. احنا قاعدين للقرف ده، ما علينا مش مهم. اللوكيشن انا مش فاتحه النت، ما هو بيشتغل والنت مش مفتوح برضه، بس افتحه اطمئنان يعني. افتح طيب. انا قدام 24 دقيقة. اوكي. هيجيلي موجوع دموع في عينه،
يا بنات طبعا الضابط قاصد يغلس على الكل، بيقول لي موقف يا عيني راجل كبير في السن وبتاع، الراجل مش قادر يمشي يا عيني من غير رخصته. يقول له دي عربيه اكل عيش يا بيه، من فضلك لو سمحت. مفيش فايده، مفيش فايده. هو كان يوم كده ضربت معاه، يظهر عاوز ياخد رخص عشان ياخد يعني زي ملحوظه انه تمام وشغال كويس، وانه ماشي هو بيلم في الرخص، وانه هم ساعات بيعملوا الحركات دي، او بيشوفوا شباب ويشوفوا ناس بيبقوا خارجين يومهم مش لطيف، واقفين في الشمس وبيحسدوا اللي راكبين العربيات ومتضللين، يبقى مزاجه مش رايق، يشتغل على مزاجه، وزميله مش عاوز يقول الكلام ده. هو ضابط شرطه اللي جنبي ده كان، بس مش ضابط شرطه مرور. قلت له انا عارفه انه مش تخصصك، ولكن فبيقول لي تحت امرك يا فندم، لان الاسلوب اسلوبي وانا بكلمه اسلوب محترمين. فابني برضو نفس الطريقه. قلت له ابدا، ابني لا يمكن يكلم حد وحش ابدا. فافتكر بقى ان انا بدافع عن ابني، بس دي الحقيقه. انا عارفه ان ابني ما بيكلمش حد وحش ابدا، محترم. كل الناس تقول لي ابنك محترم، طب اعمل ايه طيب؟ حتى كمان ايمو لما شافت ابني، ما هي الوحيده اللي في القناه كلها شافت ابني، قالت لي ما شاء الله. يعني يا جماعه انا عارفه انا مربيه ازاي. بس طب ايه يعني، مش فاهم. يا سلام، مكانة الرادار اللي هنا شغال، انتوا شلتوه يا ولاد؟ شالوه بايني ولا ايه؟ لا ما شالوهوش، ولا دي انوار مش عارفه، بس كان شغال قبل كده، شغال تصوير فينا هارونا مطاطا. الاف الرخم ده، الرخامه دي. الله، ايه اللي بتبني ده؟ مش معقوله فيلا كده، فيلا واخده الناصيه دي بتبقى هايله. اكيد فيلا طبعا. هنا الفيلا الحلوه والله يا ولاد. عينيا مش مظبوطه بسبب صحيح ما فيش شمس ضاربه فيها، الشمس بعيد شويه عن عيني، بس اشعاع الشمس كبير. وهو قالوا لك لازم تلبس نظارات شمس وانت بالنهار، علشان اشعه الشمس بتبقى بالذات في الصيف يعني بتبقى مش كويسه على العين، وخاصه ان انا بقى سني مش صغير وعندي سكر، والسكر معروف انه بيأثر على العين وعلى الشبكيه وعلى القرنيه وعلى الاعماق. اعماق، فبيأثر على الاعماق بتاعه العين، وبيأثر على البؤبؤ، على بؤبؤ العين. تلاقي اشعه الشمس رغم انها مش مباشره بس بتأثر على البؤبؤ، بؤي صغير، على البؤبؤ، بتأثر على البؤبؤ. ما علينا، المهم بعمل حاجات اطفال صح من وانا طفله، وانا كنت غاويه كده. يا نهار ابيض، الواحد ما بيتغيرش ابدا فعلا. تخيلوا مفيش حد بيتغير ابدا. في واحده لطيفه بقى اشتركت عندي جديد، لطيفه، واضح انها لطيفه. قلت لها حبيتك قوي على فكره. لذيذه. اهلا وسهلا. بس يا ريت الناس الجدد، لان ما شاء الله القناه عماله بتزيد بقالها كام يوم برضو كده. احنا عدينا، كنا 18000 مش عارفه 500 حاجه و50 ولا حاجه و60، بقينا دلوقتي 18600 مش عارف وكام. فالقناه بتزيد الحمد لله. فعاوز اقول للجدد اللي هيسمعوني في البريمير ده، لو سمحتوا عشان ما تزعلوش وتفتكروا ان انتوا قيمتوني غلط، انا طول ما انا هاديه، وطول ما انا ما حدش بيتدخل فيما لا يعنيه، وطول ما بتسالش اسئله شخصيه، وانا اللي اقول اللي انا عاوز اقوله، محدش فاكر انه اشتراني باللايك او بالاشتراك بتاعه، مع احترامي للجميع. انتوا تشتروني بالود، بالاصول، بالحنيه. فالدخول لاولاد الاصول، انتوا عارفين النظام ده عندي. الدخول ايه؟ لاولاد الاصول. طيب تخيلوا ان انا ماشيه الطريق كل ده لوحدي، وانا حافظاه خلاص، ابتديت احفظه من غير ما ابص في الجي بي اس. بس لما بوصل للكومباوند ببقى تايهه، ما بعرفش اوصل لبيتنا كويس، فلازم اشغل الجي بي اس في بيتنا يعني، عند البيت. طيب فنكمل للناس الجدد. اهلا وسهلا، شرفتونا وانستونا وكترتونا ونورتونا نونا. بس الأستاذة بعد إذنكم
انا مفيش يا مدام، ما بحبش كلمه يا مدام دي، انا مش فاتحه كوافير، انا الاستاذه. فاهلا وسهلا للجميع مع احترامي انكم ولاد ناس وانكم ممكن فيكم مراكز وفيكم ناس محترمه، بس انا اللقب ده اضطريت ليه على السوشيال ميديا، ما اقدرش اغيره ابدا. اضطريت عشان في، مع احترامي برضو الشديد ليكم، في شويه رعاع بيدخلوا. لا يليق ابدا ان حد لا يندهلي باسمي ولا يتكلم معايا كده عادي سو عشان اللي شفته. واكيد لو رجعتوا فيديوهاتي القديمه هتعرفوا ايه اللي مريت بيه من قرف، وجت فتره اعصابي فلتت جدا وكنت بتصرف بطريقه مش انا. ما هم بص يستفزونك ليخرجوا اسوأ ما فيك ويقولون هذا انت. فانا ارد واقول ايه؟ هذا ما انتم تريدون ان اكون عليه. انا مش الشخصيه دي خالص. انا ست مسالمه جدا في حياتي، ست بسيطه برضو في حياتي، ما مش متكلفه الا لو حد خرجني عن شعوري. عن جهيد جدي الباشا بتطلع، انا ما بتريقش، انا جدي كان باشا بالفعل عشان الجدد اللي ما يعرفوش. عن جهيد جدي الباشا بتطلع، فلا احتمل اللغط والغلط وحاجات كتيره ملهاش اي 30 لازمه. اوكي، فما علينا. ام هند بالنسبه للي ما يعرفش كلمه ام هند، انا بدل ما اقول المهم ما علينا بقول ام هند ما علينا، بدل المهم بقول ام هند، عشان في ناس بتتلخبط في الكلمه دي. لكن الناس القدام عندي حافظين، فساعات انا بتكلم بدون ما اخد بالي ان في ناس مش فاهمه ام هند دي، فاديني فسرتها بس عشان ايه؟ الاجيال القادمه تبقى فاهمه الكلمه ازاي. الاجيال القادمه. ما علينا. فانا ما بحبش اسئله شخصيه، والنصيحه ما تنفعش الواحده في سني. اولا لاني مش هتغير، ثانيا انا خبرتي مش قليله عشان حد يجي يقول لي مش عارف ايه الا في حاجه انا سالت فيها. بمعنى طبيعي يعني دي نصيحتي برضو ليكوا من خلال قناتي، لا تعطي النصيحه الا اذا طلبت. يعني لو حد طلبها منك انصح وبما يرضي الله، مش باهوائك الشخصيه ولا بثقافتك الضحله. يعني في ناس ثقافتها ضحله تقوم تيجي تديك النصيحه تبقى وبال وزفت على دماغ اللي خلفوك اصلا، نصيحه مش قوي يعني. وفي ناس بتبقى حافظه النصايح وتروح ترصها، وهي اول الناس اللي ما بتعملهاش. فربنا يرحمنا، واعوذ بالله من المنافقين الذين هم في الدرك الاسفل، واللي بيدعوا على نفسهم حاجات هم مش عليها ولا يقدروا يوصلوا لها في يوم من الايام، لا بفلوس ولا بانهم يحفظوا لهم كلمتين ولا بانهم يقروا لهم كلمتين. دي حاجات بتبقى بالفطره خلاص، وحاجات تبع البيئه والوسط الاجتماعي. فخلاص شكرا. مش معنى كده ان الشخص فاشل او منتهي، لكن يا ريت يمشي في طريقه الصح، ما يمشيش في طريق غيره. حد فهم حاجه؟ يا ريت تكونوا فهمتوا. ايه ده؟ ايه الصوره اوكي، احنا في الصيف وممكن بقى الفيديوهات تقطع معانا من العربيه بسبب ايه؟ بسبب ايه يا ولاد؟ يا نهار ابيض، مين دول؟ انا قفلت الجي بي اس بدون ما احس. الله، قفلت الجي بي اس بدون ما احس. سجع والله، سجع. للايجار وحدات اداريه. انتوا عارفين الايجار هنا بكام؟ الله يخرب بيوتكم والبيوت اللي جنب بيوتكم. قدامي ربع ساعه ازاي؟ فات 9 دقايق. كام؟ مش كان 24 دقيقه؟ طب خلاص احنا قربنا، وانا ماشي على قشر بيض اصلا، وهنا السرعه لغايه 80، فانا ليه ماشي على 60؟ بعمل ايه على 60 انا؟ مش عارف. اللي عاجبني الطريق. عندي بقى الاستاذ عبد الغفار اللي هو صاحب الفيلا اللي انا فيها، عنده فيلا هنا جنبي برضو مأجرها. يعني عنده فيلا هنا جنبي مأجرها، بس شققه صغيره. هو عارف ان انا ما اقدرش اخد شقه صغيره. لسه النهارده كنا بنتكلم قبل ما انزل على ان العشره بينا كانت الحمد لله ولله الحمد،
وقعد يرغي معايا يجي ساعه والله. وانا طبعا كنت يعني محرجه اقول له بعد اذنك عشان انا نازله، بس الراجل اصله محترم ولطيف وكلامه كله ممكن اتعلم منه حاجات كتير، لان هو راجل ما شاء الله خبره، هادي، يديكوا المعلومه وهو هادي جدا. فقد ايه بحب اسمع له الراجل ده، بس ما بحبش ازعجه، فعشان كده ما كنتش يعني. وقلت له يا استاذنا انا كنت في حالي، انا اسفه اذا كان ده بيزعجكم، بس انا من النوع اللي ما بدخلش مع الجيران في حاجه ولا بقرب ناحيه الجيران خالص، وانا ليا اسلوبي وسلوكياتي اللي متعوده عليها، انا في حالي وما بحبش اختلط قوي بالجيران. بس اتكلمنا عن بنته الدكتوره، قلت له على فكره هي جميله قوي ولطيفه قوي، وانت ربنا يخليها لك لانها حنينه وحموله. قال لي بصراحه يعني انا ساعات بتعصب، هي اللي بتستحملني. قلت له ما هي بنتك الوحيده برضه، وبعدين انت ابوها، ربنا يخليك ليهم ويخليهم ليك. فكان حديث لطيف قوي الصبح، اقدر انزل بيه وانا مرتاحه يعني. يا عم من اقصى الشمال لاقصى اليمين ليه بتخضني؟ ها انت هتعملي زي الواد اللي جرى شيل العربيه بالميه. المهم ما علينا. اخرب بيتك شو هيدا، فاضل 13 دقيقة كويس. الكاميرا بتعوج كده لان انا عاملاها من الطرف، لان باجي اعملها من جوه اللي بيدوس على الزرار اللي بيطفي الموبايل، فما بعرفش اظبطه يعني. فخلونا شويه كده نعمل شويه سيرياليزم، الصوره تبقى شويه سيرياليزم يعني، فيها حركه، ما تبقاش على طول كده ستريت كده، لا فيها عوجه، فيها كده يعني. زي عبد السلام النابلسي كده لما كان يقول له ايه الصور دي، كان محمود المليجي في فيلم يوم من عمري بتاع عبد الحليم، ده الولد بتاع القاهره المبيعات. اعتقد شيكو ماشي يا شيكو. ايوه شركة مونتاج شو حضرتك يا فندم؟ ايوه انتوا ايه بتوع الايه طيب المكتب؟ طيب ما شاء الله عليكم. تمام يا فندم. انا حاليا كده على الدائري. ابعت لي حاجه على الواتساب، ابعت لك اللوكيشن. تمام يا فندم، هبعت لك رسالة حد. يلا ماشي يا فندم، مع السلامه. ستتوالى التليفونات يا بنات. حلو قوي التليفونات يا بنات. شايفين السجع اللي انا شغاله بيه من بدري، وسجعه حلوه ما اشربش ليه. هقفل معاكم عشان ابعت له على الواتساب وارجع لكم تاني. احنا ورانا حاجه؟ وراناش حاجه. انا استنوا بس اما اوريكم الاول الطريق هنا وكده. بس بيعملوا المونوريل هنا، اوريكم بس المنظر ده. بصوا الطريق ده اللي انا ماشيه فيه ده طريق واحد بس. طبعا الشارع هيضيق من الحته دي علشان الحاجات اللي حاطينها عشان تخدم على المونوريل يعني. بس المباني على يمين والشمال تحفه وعندي مولات هنا كتير قوي واحنا ماشيين، ممكن اوريها لكم كده يعني. التوقيت ده ما بيبقاش زحمه هنا، على الظهر بيبقى زحمه شويه. انا بحب دايما الصبح بدري على فكره. ويا بنات كان حصل حاجه فنيه كده، عطل فني، ان انا اديتهم اللوكيشن بتاع بيتنا القديم مش الجديد. مش بقول لكم دماغي بقت في اللالا لاند. الموضوع بقى لطيف جدا الحقيقه، مش عارف اعمل ايه. يا الله يا كريم. ما انا بقيت مش مظبطه خالص. استنوا بقى على المنطقه الحلوه اللي انا داخل عليها دي اوريها لكم. اما وريتكم، استنوا بقى. بصوا الجمال بتاع الطريق. الناحيه التانيه بقى عليه حاجات لطيفه وبراندات وحاجات يعني.
فاضل لي 10 دقايق واوصل، بعد ما توهت الناس وديتهم عندنا هناك. طبعا انا ما قلتلوش الحقيقه عشان ما اصدموش يعني. ايه يا عم في ايه؟ انت طالع من بيتكو على سلم بيتكو، حد يطلع الطلعه دي بالبانيو اللي انت راكبه ده؟ استغفر الله العظيم، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يعني العربيات القديمة اللي إمكانياتها محدودة، من فضلك لو سمحت ما تضايقش الناس، ما تضايقش الناس. داخل كده بصدرك كده، المفروض تكون حريص شوية. ده الواحد بيبقى راكب عربية وحديثة وبيبقى خايف وقلقان وحريص، وربنا يا رب يكفينا شر طريقنا ويكفي كل اللي ماشي على طريق شر طريقه. يعني الموضوع مش لطيف يعني. بس والشرطة بقى وهنا في ميدان قبلنا بحوالي 9 دقايق، كل دي باصات وحاجات بتوصل، مواصلات يعني، كل دي مواصلات عامة. بس المكان هنا مستقبله رهيب رهيب، مستقبله رهيب. بس احنا بقى الناحية التانية، يعني احنا ناحية الإدارية. ابني بقى بيقول لي مزايا الشقة بتاعته، الكومباوند بتاعه في شوية حاجات خطيرة طبعا مش زي الكومباوند اللي احنا هنسكن فيه دلوقتي، ولكن مميزات بجد انا أول مرة اسمع عنها. أكيد موجودة طبعا، بس أنا أول مرة اسمع عنها على فكرة. بس المهم يا بنات، هنكمل الفيديو، ما تنسوش توصلوا لغاية هنا، عايزة لايكات، ونكمل الفيديو ونشوف هنعمل ايه، ويلا بينا. ما تنسوش اللايكات. ها اهو بنتونس مع بعض شوية في الطريق، عشان ام محمود مش معايا المرة دي، اعتذرت لي عشان اخوها جاي لها من السفر، فقالت لي كان نفسي قوي اكون معاكي. والله اخويا فاجئني بالتليفون ده، قال لي انا في القاهرة وجاي لك. قلت لها ولا يهمك يا ام محمود. قالت لي بس انا معاكي في اي حاجه بعد كده برضه. قلت لها ما انا عارفه والله يا ام محمود. فالمهم عماله بقول لها مش عايزه فلوس مش عايزه فلوس، تقول لي لا احنا في بينا الكلام ده حضرتك. قلت لها عادي يعني، انا ماشي غلط ولا صح؟ والله ما انا عارفه، مش عارفه انا ماشيه ازاي. وفين الموبايل؟ وديته فين؟ اهو. ازاي اقفل الموبايل والجي بي اس شغال؟ ولا فاهمه حاجه، انا ماشي صح؟ ماشيه صح. قال بقفل الموبايل عادي وبحطه جنبي ولا كاني ماشي على جي بي اس وبتاع. هنا برضه السرعه عاملينها 80، مع ان الشارع يكفي 60 عربيه. كاتب لي فوق ان قدامي كيلو و800 كيلو ايوه الو. ايه هو ده؟ يا رب اكون بعت له المره دي اللوكيشن مظبوط، انا مش ناقصه. انا خلاص وصلت. ايوه بقى عرفت الكومباوند بتاعنا من هنا، شايفاه كده على الطريق. ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. قدامه الناحيه دي بقى حبه فيلل بجناين، الله اكبر. ربنا يبارك يا رب لكل الناس. ابني بيقول لي ايه، ان شاء الله ابقى اشتري لحضرتك فيلا. قلت له فيلا؟ انا مش عايز اسكن فيلا، ما انا كنت طول عمري في بيت اهلي ساكنه فيلا، مش عايزه سلالم ومش عايزه تعب. قال لي لا، فيلا نسكن فيها كلنا. قلت له اها طيب، يبقى انا الدور اللي تحت وانتوا اللي فوق. قال ماشي. قلت له تعمل لي اسانسير داخلي؟ قال اه. قلت له لما تخلف عيالك ما ينزلوليش. قال حاضر. قلت له ربنا يا ابني يفتحها عليك وتجيب فيلا، سواء انا لحقتها او ما لحقتهاش، ربنا يا ابني يفتحها عليك.
انا ولا فارق معايا والله يا بنات، بس اهم حاجه مش عايزه ازعاج. هي دي مشكلتي، اهم حاجه انا مش عايزه ازعاج. ازعاج ايه بقى؟ الاطفال. انا بحب الاطفال. لا اكيد مش الشارع ده خالص، الشارع اللي وراه، الشارع اللي ورا. لا انا مش هدخل ده، انا هدخل اللي بعده. في حاجه من اللي بعده اكيد. ايوه هو ده هو ده. صح انا كنت هدخل غلط، كنت هلبس في حيطه، لان هناك مش متمهد وكله مواسير ولسه بيوضبوا في الدنيا. الكومباوند عمالين بيبنوا قدامه هنا، مش بيبنوا بيعملوا تقريبا الصرف او حاجه، بس هو جاهز يعني. ما هو جاهز بقاله فتره، بقاله كذا سنه، اشمعنى دلوقتي بيعملوا الكلام ده؟ ما علينا. انا قدامي للبيت بالظبط 5 دقايق. اي هنا لسه شويه زلط لازم يترصف ان شاء الله. اما بقى من اول هنا الطريق مرصوف الحمد لله وزي الفل. يلا. دخلوني. شكرا. قلت لهم دخلوني، لسه ما حطيتش الستيكر على العربيه عشان افتح بيه البوابه، فهم اللي فتحوا لي بالكارت اللي معاهم. على فكره انا ممكن ادخل من هنا. لا اخاف اتوه، والله المفروض ادخل من هنا. ايه المشكله؟ ما اعرفش. لا كده هتوه، خليني ماشي على الجي بي اس احسن. ماشي. اوبا، نقفل ده عشان انا فاتحه التكييف. انا دخلت الكومباوند دلوقتي يا بنات. قال له دخلوني، قال لي تحت امرك يا فندم، من غير ما يسال اي حاجه ولا رايح فين ولا جايه منين، عشان حسوا ان انا، لا الراجل عارفني من المره اللي فاتت، مديالهم فلوس. اونر. قلت له انا اونر، ما قلتلوش اني مستاجره. انا اونر، انا بص، انا جست. ده انا اوديكوا في داهيه. انا جست يا ولاد، انا جست. كنا شله كده، فكنا لما بنسهر في الهيلتون نحب نهزر يعني مع مين؟ طارق المطرب بقى، هات لنا اغنيه كذا. يقول طب بس شويه عشان انا قلتها من شويه. لا بص يا طارق، احنا جست، ده احنا نوديكوا في داهيه. تقول الاغنيه اللي احنا عاوزين نهزر بقى ونضحك وكده. انا جست، ما حدش يفتح بقه معايا، انا جست. طبعا انا جست. انا اونر، اوعى وشك، انا اونر. بكره ان شاء الله اما نروح شقه ابني، مش بكره يعني ان شاء الله، ربنا بس يكرمنا كده ونوضبها ونروح شقه ابني. في كلاب هنا في الكومباوند، ازاي ما اعرفش. قالوا بيعدوا من السور الحديد. مش مشكله، خليهم يحرسوا البتاع. هنا منطقه برضو تعتبر فيها شويه جبال وشويه حاجات، هيريحونا من الحشرات والكلاب اللي بتبقى موجوده دي، بتبقى مفيده جدا على فكره. بس هنا حرام، حر عليهم، قاعدين ليه في الحر ده؟ مره في مره هحفظ ومش هشغل الجي بي اس. يعني انا لغايه الكومباوند حفظته لغايه الكومباوند، سهل جدا. لكن جوه الكومباوند لسه ما حفظتش. بعد كده هشغل الجي بي اس من البوابه عشان احفظ. بس
خلاص انا من هنا عرفت البيت، انا وصلت تقريبا. ونستوني يا بنات والله وانتوا معايا كل ده، ونستوني بجد. انا سعيدة، سعيدة مبارك. انا سعيدة، انا سعيدة. وصلت خلاص. كويس. ما شربتش قهوتي بقى اشربها فوق. وانا فين؟ وانا مين؟ انا اتلخبطت برضه، اتلخبطت. رحت عمارة غير العمارة ولا ايه؟ رحت عمارة غير العمارة. كنت هطلع على طول، المفروض ما اطلعش على طول. ايوه دي عمارتنا اصلا، ازاي افوتها؟ انا غريبة، غريبة الشكل. دي عمارتنا دي اصلا. انا ازاي كده؟ انا جست، انا اونر، انا بسم الله. انتوا راكنين من واسع قوي كده ليه؟ ايه الهبل ده؟ كل واحد حر بقى يركن في الحته اللي تعجبه. طيب يلا يا بنات، اخد خلاجاتي واطلع واركب الاسانسير وابقى ارجع لكم تاني. متنسوش اللايكات، ها؟ يلا. وهوب رجعت ليكم. يلا انا جيت لكم اهو كده بعيد، اصل انا حطها فوق كرتونه وهنا حط على الغساله اكل وشرب. انا لسه ما فطرتش فمش عارفه اقرب ازاي الموضوع ده. اجر الكرتونه، استنوني راجع لكم تاني ما وريتكم. كده كويس، متهيألي هتبقوا شايفيني. اوكي نقعد بقى على الكرسي عشان افطر، بس انزله تحت شويه علشان تشوفوني اكتر. اوكي ايوه اهو كويس كده. اوبا طيب معلش برضه بعيده شويه، مش مشكله بقى، حتى عشان ما تشوفونيش وانا باكل ما يبقاش الموضوع مزعج. انا شغلت الثلاجه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. هوريها لكم، اما وريتكم. كنت منتظره حاجات هتجيلي، جالي منها حاجتين ولسه فاضل الثالثه. لقيت الرابعه بيكلموني، قلت لهم يلا اجروا تعالوا. قالوا حضرتك مش قبل ساعتين. اديني قاعده زي البوبي بجد، مش عارفه اروح فين ولا اجي منين. وماذا اقول يا ولد يا استاذه يا ولد؟ طبعا سلطه التونه المره اللي فاتت جننتني اهي، هاكل منها تاني. اوكي بسم الله. وشيري توميتو بقى وبتاع. والله لسه هفطر. الساعه كام دلوقتي يا بنات؟ النهارده الايه؟ النهارده 5 في الشهر. هبص كده واقول لكم النهارده يوافق ايه. النهارده 5 مايو يوم الاحد، يوافق يوم الاحد 2024. يا رب اخلص، انا مش عارفه اخلص امتى الحقيقه، بس اكل هموت واكل. الساعه كام؟ استنوا نسيت اقول لكم الساعه كام. الساعه ايه ده؟ طبعا تراب. الشقه يا بنات تشرح الهواء. الله اكبر ولا قوه الا بالله. الساعه 2:05. تخيلوا لسه اول لقمه هتدخل بقي، لقمه اول خصه هتدخل بقي. هم مقطعين خص كبير كده ليه؟ هو انا عندي بقي يشيل ده؟ الله يا بنات. ماذا اقول؟ تحفه.
وايه رايكم يا بنات؟ تعالوا بقى افرجكم على الثلاجه. انا قلت اكل من غير ما ازعجكم. يلا بينا يلا بينا. انا بقى فكيتها وشغلتها. الكهرباء طلع ان احنا مش مأكتفين الكارت كويس. طبعا ده تراب. اوكي ده تراب. عايز البس جلافز. بسم الله الله اكبر. بسم الله ولا قوة الا بالله. ما شاء الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. دي اللي فوق ده زي تشيلدرون كده. تحت فيه درجين، درج للخضروات ودرج بيقول لك ده للتسقيع السريع. بس انا شايفه اني ممكن اشيله من الثلاجه عشان استغل اللي تحت كرف كويس. ممكن اشيله واركنه، انا مش محتاج ده كله. وده الباب اهو. ايه رايكم؟ ربنا يملاها لي بركه يا رب ويملاها خير وما يقطع ابدا الخير من البيت. هي ديجيتال طبعا. ده البلاستيك اللي عليها من بره برضه مطرب، هيتشال كله ان شاء الله بس بعد ما اخلص توضيب وحاجات. ديجيتال هي. اوكي ده الفريزر. الثلاجه 19 قدم يا بنات. كويسه 19 قدم لاسره صغيره زينا. اوكي وجبت بقى ميني بار اهي. ودي الديش واشر. دي ظهرها. قالوا لي ما تشيلهاش من الكرتونه الا لما تجيبي شركه بيكو تركبها. بعد ما اخلص الكلام ده هبقى اوريه لكم. دي الديش واشر يا بنات. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. سموا يا بنات. لايك يا بنات للديش واشر وللميني بار وللثلاجه. انا جايبه من كل الماركات. ثلاجه غساله زانوس، ثلاجه يونيون اير، ميني بار بلوتو. بلوتو دي اللي هي الجيش. ديش واشر بيكو. تلفزيونات سامسونج بس. يعني انا في هدايا جات لي فمش هتأمر يعني. بس كلها ماركات حلوه قوي ومحترمه. ادعوا لي بس يا بنات ان ربنا يبارك لي فيها، لان انا 17 سنه تقريبا ما جددتش حاجتي فيها. انتوا عارفين اللي اتصلح واللي خرب. فربنا المستعان. ربنا يبارك. حطوا لايكات وبحبكم قوي. حطوا اللايكات وهرجع لكم تاني بس اكمل اكل واخد دواء السكر وارجع لكم تاني. انا جايبه معايا عصير بيور لتر احطه في الثلاجه دلوقتي. وميه والمروحه بتاعتي المانوال اللي في الايد دي. ولكن لقيت الهواء هنا حلو في الريسبشن فمش هستخدمه. بما ان حجم الغرف هنا صغير قررت ان احط دولابي ودولاب ابني في الاوضه الثالثه مع اوضه الخزين. هنحط الدولابين هناك والله المستعان عشان انا عاوزه الوسع. فهحط دولابي في اوضه الخزين، هعملها زي دريسنج روم كده يعني. اوكي عمال انا بخطط بقى. والنهارده لسه الكهربائي اتفقت معاه يبقى يجي يركب الشفاطات بتاعه المطبخ والحمامات وشويه نجف كده هيركبه لي، لان النجف جالي برضو كادو. بس النجف ده جالي كادو من اختي. في جزء من اختي وجزء من واحده حبيبتي. قالوا لي احنا اللي هنحط لك النجف. كتر خيرهم. الحمد لله. حبايبي كتير يا بنات. وبرضو في الاخر وفي الاول وفي الاخر محدش يبص لي على ان انا عندي عربيه او الحمد لله مستوره. لكن انا اولا واخيرا ست، والمصاريف دي مفيش راجل
ممكن يتحملها، ولا باخد من راجل حاجه، ولا معايا جوز ولا معايا لوز ولا ابويا عايش ولا. فالحمد لله انا كست ربنا كرمني وساترني. انا شايفه ان ده يليق بيا. ما سكنتش القصور، ما جبتش اللي ما اتجابش، لان في ثلاجات ب50 وب60 وب70 وب80 وب100. انا ما يهمنيش ده كله، حاجه معقوله ومقبوله تقضي الغرض وتعيش، لان انا مش هقدر اجدد كل سنتين 3. فادعوا لي يا بنات ان يفضل الرزق مستمر معايا، وان يفضل حبايبي كتير ويهدوني يا رب، يعيشوا ويهدوني يا رب. وطبعا انتوا سامعين صدى صوت مش كده؟ هاتوا ودنكم كده. يلا هكمل اكل وارجع لكم تاني. ما تنسوش اللايكات، ها لايكات. ويا حلوات انا مشغله الصوت فويس اوفر لان انا نسيت افتح المايك، فالصوت كان مقفول. انا دخلت بقى في الكوريدور للمطبخ، اضطريت افتح الفلاش بتاع الموبايل التاني عشان اوريكم المنظر، لان الدوايه بتاعت السقف بتاعت لمبه المطبخ مش شغاله. فدخلت على المطبخ بقى عشان اوريكم. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، الله اكبر، اللهم بارك، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. دي الوحده الخاصه بالمطبخ، يعني هي منفصله، الوحده دي منفصله. فتحت لكم عباره عن 3 ادوار، كل دور فيه الرفين اللي انتم شايفينهم ده. دول هيشيل كتير قوي عني بصراحه، لان انا كانت عندي المطبخ القديم وحدات التخزين فيه مش كتير. ده الله اكبر الله اكبر الله اكبر. قولوا يا بنات بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. دي الوحده اهو، بصوا 3 ادوار. نيجي للمطبخ، وحدته برضو كتير. اول ضلفه رفين اهم ما شاء الله. تاني ضلفه، دول عباره عن ضلفتين قصاد بعض اهو. اتمنى ما يكونوش صغيرين قوي، لان انا عندي مثلا ازايز زيت الزيتون طويله، مش عارف كان المفروض تكون اطول شويه، بس مش عارفه بقى هل الرفوف دي بتتحرك ولا لا. طيب ده زي درج او رف تحت المطبخ نفسه اللي انتوا شايفينه ده ممكن احط فيه التوابل. اوكي، دي الرخامه بتاعته بتيجي بيه. ده مساحته 160، والوحده اللي جنبه مساحتها 60، يعني المطبخ كله حوالي 2 متر و20. طيب دي الوحدات اللي تحت اهي، ضلفه واحده عباره عن رفين برضو. دي الادراج، 3 ادراج ما شاء الله كبار، ياخدوا حاجات كتيره قوي ان شاء الله. ودول ضلفتين، يعني في ضلفه و3 ادراج وبعدين ضلفتين زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، كبار وعراض. الله اكبر ما شاء الله. ايوه بس دي الوحده اهي. وهنا بقى هركب وحده تانية انا شارياها من مكان تاني، يتحط عليها الميكرويف والاير فراير والتوستر والساندوتش ميكر، ولو عاوزه عندي ازايز زيت او حاجات بتتحط في اخر رف فوق بتبقى في مكان عالي. انا عندي بقى حاجات خل ومش عارف ايه والكلام ده كله، جايبه ما شاء الله خل زعتر، خل روزماري، خل نعناع، زيت سمسم، مش عارف. عارفين ان انا بحب الحاجات الغريبه دي، فالخلات والحاجات دي مش هحطها بقى ممكن في ده. طبعا الحوض والحيطه اللي جنبه هقدر احط فيها الترابيزه بتاعتي بالكرسي. اما الحيطه اللي جنب الرخامه دي هحط فيها البوتاجاز، وهحاول اشوف حل عشان المفروض كان البوتاجاز يبقى تحت الشفاط. دي ماسوره الصرف بتاعت الديش ووشر، والثانيه ماسوره الصرف بتاعت الحوض، وان شاء الله يخلص على خير. دي اماكن الشفاطات. وهنقول بسم الله ما شاء الله يا بنات ولا قوه الا بالله. وما تروحوش في اي حته وحطوا اللايكات. الله يبارككم يا حبيباتي، الله يبارك لكم يا رب، وادعوا لي ان ربنا يبارك لي. واكتر الناس خلاص بقى وصلت الحاجه، ولسه اخر وحده ان شاء الله زي ما قلت لكم. قعدت ارتاح بقى شويه وحابه ادلعني
فهدلعني بقى بالاغنيه اللي بحبها قوي، بحس انها ليا انا الاغنيه دي، لان كلها طاقه ايجابيه وانا كلي طاقه ايجابيه. اوكي طيب يلا بينا. يلي شمس الدنيا تطلع، لما تطلع ضحكة منك، حس بالناس الغلابة اللي زي بعد إذنك، بطلي تحلوي أكتر، واوعي وشك يوم يكشر، واضحكي دايما يا سكر، يلي سابقة بجد سنك، اضحكي خليني اضحك، ضحكتك بترد روحي، ربنا وحده اللي يعلم بعشقك ازاي يا روحي. مستحيل الشعر يوصف اي تفصيلة في جمالك، والغنى لو كان كفاية ألف غنوة غنيها لك، بنسى بيكي كل تعبي يلي احتلتي قلبي، قلبي فرحان باحتلالك، يلي شمس الدنيا تطلع، لما تطلع ضحكة منك، حسي بالناس الغلابة اللي زي بعد إذنك، بطلي تحلوي أكتر، واوعي وشك يوم يكشر، واضحكي دايما يا سكر، يلي سابقة بجد سنك. وما تروحوش في اي حته وحطوا لايك، ننهي الفيديو ده مع بعض. احبكم قوي، انا قاعده مش قادره اقوم، هقوم لكم انهي الفيديو ما تقلقوش. يلا اتوتالوغ. لايكات، ها لايكات بقى، لايكات بقى، خلينا حلوين. يلا بينا. ويا بنويت سبحان العاطي الوهاب، يعطي من يشاء بغير حساب. اتمنى لكم يا بناتي ان كلكم ان شاء الله ربنا يبارك لكم ويكرمكم، وبدعي لكم من قلبي ربنا يرزقكم ويرزقني ويرزق مني. وشكر خاص لكل حد بيدعمني باي طريقه، معنويا، ماديا، انسانيا. انا ممنونه، مبسوطه، شاكره. ربنا قبل منكم ثم انتوا، وبكم استمر، وبيكم اقول لكم ايه بعد ربنا برضه. يا بناتي انا خلاص كده بقى وصلت لاخر الفيديو، يبقى كويس قوي. النهارده الحد زي ما قلت لكم 5 مايو 2024، هنزله لكم النهارده. دلوقتي حالا همنتج وانزله لكم النهارده، اطلع معاكم بريمير، وبحبكم قوي واشوفكم على خير. وذيس از كونتيس، وهاف ا جريت وان، هاف ا جريت وان، هاف ا جريت وان. يلا بلعب معاكم، يلا بحبكم جدا، والى فيديو اخر، لايف اخر، بريمير اخر. وادعوا لي اخلص بقى عشان انا تعبت. واتوتالوغ. فوتكم عافيه، بحبكم كلكم. باي باي.